يوم السبت 15 رجب عام 1373 هجرية الموافق 20 مارس سنة 1954 ميلادية يوما خالدا من أيام العروبة. فاحتشد مطار الماضي الحربي بكبار المستقبلين، وكان سعادة الشيخ إبراهيم عبد الله الفضل السفير السعودي في مصر، وسعادة جواد ذكري الوزير المفوض، والسيد عبد الله بالخير السكرتير الخاص لجلالة الملك، ورجال السفارة السعودية في انتظار المستقبلين. ووصل الرئيس اللواء محمد نجيب رئيس جمهورية مصر، فصدحت الموسيقى بالسلام الجمهوري، وأدى تحية لسيادته حرس شرف من قوة السلاح الجوي. وقصد الرئيس يرافقه السيد عبد اللطيف الجزار مدير شؤون البعثات العسكرية السعودية في مصر، إلى حيث اصطف طلبة هذه البعثات استعرضها الرئيس. وتوافد على المطار الكبراء والوزراء يتقدمهم البكباشي جمال عبد الناصر والسادة أعضاء مجلس قيادة الثورة، فحيوا سيادة الرئيس وكبار المستقبلين. ووصل السيد شكري القواتلي رئيس الجمهورية السورية الأسبق، فقوبل بما يليق بمقامه من احترام. وهبطت الطائرة السعودية التي تقل جلالة الملك سعود إلى أرض المطار، وصعد الرئيس محمد نجيب إلى الطائرة، حيث حيا جلالته باسم مصر كلها وهنأه بسلامة الوصول. ونزل جلالة الضيف الكريم من الطائرة وحيا مستقبليه. ثم استعرض جلالته حرس الشرف يحيط به سيادة الرئيس واللواء أركان حرب عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة. وتقدم السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة إلى حضرات أصحاب السمو الأمراء السعوديين، فحيوهم وهنأوهم بسلامة الوصول. وصافح جلالة الضيف العظيم كبار مستقبليه وحياهم فردا فردا. ثم استعرض أعزه الله طلبة البعثة العسكرية السعودية في مصر، وأعجب جلالته بروحهم العسكرية. وحيا جلالته بعد ذلك طلبة البعثات العلمية السعودية. وتحرك الموكب الرسمي إلى القصر الجمهوري مخترقا شوارع القاهرة المزدنة بالأعلام وأقواس النصر، والتي احتشدت فيها الآلاف من المواطنين لتحية جلالة الضيف العظيم. ووصل الموكب الرسمي إلى القصر الجمهوري. سيادة الرئيس ضيفه الكريم إلى داخل القصر، حيث احتفل بإهداء جلالته قلادة النيل العظمى، كما أهدى سيادة الرئيس أوسمة مختلفة إلى الأمراء والوزراء ورجال الحاشية السعودية. وكان قصر القاهرة قد أعد لاستقبال جلالة الضيف العظيم، وصحب سيادة الرئيس ضيف مصر إلى القصر. ووفد أصحاب السمو الأمراء إلى القصر، وفي رفقتهم بعض رجال الحاشية العسكرية المصرية. غادر سيادة الرئيس قصر القاهرة مودعا أجمل توديع. وبعد الظهر أقبل على قصر الضيافة طلبة البعثات العلمية والبعثات العسكرية السعودية في مصر لتحية جلالة الملك سعود آل سعود. ووقف جلالة الملك سعود في البهو الكبير، حيث تفضل أعزه الله بمصافحة أبنائه الطلبة السعوديين، وأسدى إليهم نصائحه الأبوية الغالية. وكان جلالته يلاطف صغار الأطفال ويحنو عليهم، وكان يجلس بجواره الرئيس السابق علي ماهر الذي حضر إلى القصر لتحية الضيف العظيم.
صاحب سيادة الرئيس ضيفه العظيم إلى القصر الجمهوري لحضور الحفلة الساهرة الكبرى التي أقيمت لجلالته. وقد دعي إلى هذه الحفلة حضرات أصحاب السمو الملكي الأمراء السعوديين، ووصل إلى القصر البكباشي جمال عبد الناصر والسادة أعضاء مجلس قيادة الثورة وحيوا جلالته وأصحاب السمو الأمراء. وكان اجتماعا تجلت فيه الروابط الأخوية التي تجمع أبناء القطرين الشقيقين. وأخذ جلالة الملك وسيادة الرئيس مكانيهما على مائدة العشاء مع رجال السلك السياسي وكبار الشخصيات العربية والمصرية. اليوم الثاني شهد جلالة الملك سعود عرضا عسكريا للقوات المصرية المسلحة. وتصدر عاهل الجزيرة والرئيس محمد نجيب المنصة الرئيسية يحيط بهما أصحاب السمو الأمراء ورجال السلك السياسي وأعضاء مجلس قيادة الثورة ورئيس هيئة أركان حرب الجيش المصري. وبدأ العرض العسكري بمرور موسيقى الخيالة والخيالة والهجانة. الموسيقات المتجمعة. أعلام القوات المسلحة. وقوات رمزية مترجلة تمثل مختلف الوحدات: الكلية الحربية، الكلية البحرية، كلية الطيران، وحدة من جنود المظلات، وتوالى مرور ضباط وجنود أسلحة الحدود والمدفعية والحرس الجمهوري والمشاة والإشارة والمهندسين وخدمة الجيش والصيانة والمهمات والسلاح البحري والسلاح الجوي. ومرت بعد ذلك القوات الميكانيكية، فصارت قوات رمزية تمثل أسلحة الفرسان والمدفعية والإشارة والمهندسين وخدمة الجيش. وكان هذا العرض العسكري دليلا على نهضة مصر ورمزا لقوة جيشها وبرهانا ساطعا على ما يتمتع به من روح عسكرية وثابة ونظام رائع بديع ولا غرو، وهو جيش مصر الجمهورية، مصر المتطلعة دائما إلى الأمام وعلى تدعيم وحدة العروبة لتحقق للشرق مجده وعزه وكرامته. لقد آن للدول العربية المتحدة المتكاتفة أن تذكر العالم أجمع بماضيها المجيد.
الملك سعود إلى نادي السباق بمصر الجديدة، فاستقبلت الجماهير جلالة الضيف الكريم للترحيب والتصفيق. وتصدر جلالته المنصة الرئيسية، وبجانبه سيادة الرئيس يحيط به مع أصحاب السمو الأمراء ورجال بعثة الشرف المصرية وكبار الضباط. في صباح اليوم الثالث وصل الضيف الكبير والرئيس محمد نجيب في سيارة مكشوفة إلى مصنع الطائرات الحربية بألماظة. عزفت الموسيقى السلام السعودي، وأدى التحية العسكرية حرس شرف من القوات الجوية. راح جلالته قليلا في السرادق. ثم طاف جلالته بأنحاء المصانع متفقدا أقسامها المختلفة، ومبديا إعجابه بمهارة الأيدي المصرية العاملة في سبيل نهضة العروبة. بعد ذلك الطائرة الجمهورية، وهي إحدى الطائرات التي قام المصنع بإنتاجها، وقدم لجلالته نموذج لإحدى طائرات التدريب التي أوصت المملكة العربية السعودية بصنعها في هذا المصنع. وجرى بعد ذلك عرض جوي للطائرات المصرية. الملك سعود لزيارة منطقة الأهرام لمشاهدة جزء من آثار مصر الخالدة، وقد صحب جلالته الرئيس اللواء محمد نجيب، حيث كان في انتظارهما كبار الشخصيات. وطاف جلالة الملك باستراحة الأهرام مشاهدا ما فيها من تحف فنية. الرابع رافق الرئيس محمد نجيب جلالة الملك سعود لزيارة الكلية الحربية، وكان في استقبال جلالة الضيف الكبير السادة وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة وبعض السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة وكبار الضباط. تفقد جلالته حرس الشرف من طلبة الكلية الحربية. جلالته بعد ذلك بأقسام الكلية المختلفة، حيث شاهد ما يؤديه الطلبة من مختلف الأعمال العسكرية والرياضية. جلالته الشرفة التي تتوسط مدرجات ملعب اتحاد القوات المسلحة لمشاهدة العرض العسكري، وقد اشترك في هذا العرض الطلبة السعوديون المنتسبون للكلية الحربية المصرية. الطلبة بأداء عرض للمصارعة اليابانية، وبعرض لاجتياز الموانع الصعبة، وطريقة التدريب على الاقتحام بالسمك.
سجل جلالة الملك سعود في نهاية العرض إعجابه الشديد بنظام الكلية الحربية، وأقامت الجالية والبعثات العلمية والعسكرية السعودية حفلة شاي كبرى بنادي المعلمين بالجزيرة تكريما لجلالة الملك سعود. وكان سعادة الشيخ إبراهيم الفضل والسيد جواد ذكري والسيد عبد الله بالخير والسيد عبد اللطيف الجزار والسيد مصطفى صادق وكبار رجال الجالية السعودية يرحبون بالمدعوين. ووصل جلالة الملك سعود وصافح مستقبليه ثم استراح قليلا. ثم وصل الرئيس محمد نجيب ورافق جلالة الضيف الكبير إلى قاعة الاحتفال بين الهتافات المدوية بحياة القطرين الشقيقين. وتصدر جلالته وسيادة الرئيس المائدة الرئيسية التي جلس عليها بعض أصحاب السمو الأمراء، واستمعوا إلى كلمة الجالية السعودية التي ألقاها السيد محمد شطر. ولقد كانت هذه الحفلة دليلا على المودة والمحبة المتبادلتين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر. وفي صباح اليوم الخامس أعدت الباخرة كريم لتقل جلالة الملك سعود وأصحاب السمو الأمراء في رحلة نيلية إلى القناطر الخيرية. ووصل عاهد الجزيرة إلى مرسى الباخرة فحيته الجماهير التي وقفت على شاطئ النيل تحية طيبة. وأقلعت الباخرة إلى القناطر الخيرية بين هتافات الجماهير وعزف الموسيقى. وكان الأهالي متجمعين على الشاطئين رغم طول المسافة لتحية جلالة الملك سعود وأصحاب السمو الأمراء. كانت زيارة الملك سعود عاهل المملكة العربية السعودية لمصر الجمهورية فرصة تجلت فيها مظاهر الوحدة والأخوة بين قطرين جمع بينهما منذ قديم الأزل الدين واللغة والعروبة.